وعشان المخابرات المصريه تعرف الموساد ان مصر هي اللي علمت عليهم، سابوا لهم زعانف ايطالي ونضارات غطس الماني ولاسلكي ياباني وكشافات انجليزي ببطاريات مصريه. يا ولاد اللعيبه. بعد نكسه 67 كانت في حاله حداد على مصر كلها، كأن في كل بيت ميت له حد غالي عليه، والنفسيه كانت في الارض وقتها، والناس ما كانش عندهم بربع جنيه ثقه في الجيش ساعتها، كانوا ماشيين في الشارع مقهورين لحد ما جه الحل السحري اللي رفع نفسيه المصريين، شعب وجيش. الحل بقى كان فين؟ كان في حرب الاستنزاف اللي قلبت الآية وخلت النفسية اتحسنت، وكان كل خسارة عند إسرائيل كانت أروع من اللي قبلها. بقوا عاملين زي اللي مزنوق في كورنر، دب دب مفيش حتة في وشهم سليمة من كتر ما كان متعلم عليهم، لحد ما جات لهم فكرة بمليون جنيه. الفكرة دي ما كانتش هتقلب الترابيزة لصالحهم بس، لا دي كانت هتقلب الشعب كله على عبد الناصر نفسه. في أواخر سنة 69 وكالة رويترز قالت إن إسرائيل هيأجروا حفار كبير اسمه كينتنج عشان يدوروا على البترول ويطلعوه من سيناء. وأول ما عرف عبد الناصر الخبر ده اسودت الدنيا في وشه، وما كانش قدامه غير خيارين، الحلو فيهم مر، لو سكت هيبان قدام العالم كله وقدام شعبه انه ضعيف وعاجز، وساعتها بقى هنقرا الفاتحه على سينا اللي راحت من غير رجعه. وده طبعا غير الخير اللي هيجي لهم من سينا وفلوس بترولها، لان كان معروف عن سينا وقتها انها منجم خير. لو فكر انه يدخل الحرب والجيش مش جاهز هتحصل مصيبه اكبر من النكسه نفسها، وفي نفس الوقت لازم يخلصوا من الحفار ده بسرعه قبل ما يوصل للبحر الاحمر. بس الموضوع مش سهل زي ما انت فاكر، عشان الحفار ده كان داخل فيه كذا بلد. الحفار نفسه كان انجليزي، والشركه اللي اشتريته كانت امريكيه كنديه، الجرار بتاعه بقى كان هولندي، وطقم البحاره اللي عليه كانوا انجليزي. يا حلاوه، ده كده مش هيبقى عدوان ثلاثي، ده كده هيبقى عدوان رباعي بالصلاه على النبي. وعشان بقى تخلص من الموضوع ده من غير خسائر لازم حل فاخر من الاخر، يعني المخابرات المصريه لازم تخلص من الحفار قبل ما يوصل مصر، لا من شاف ولا من دري. ودي بقى هتعملوها ازاي دي؟ ده في خبراء قالوا ان الوصول للمريخ اسهل من الوصول للحفار، لان اسرائيل كانت مكتمه على الموضوع قوي، وما كانش حد عارف الحفار رايح فين ولا جاي منين. لكن على مين؟ عرفت المخابرات ان الحفار هيمون بنزين في غرب افريقيا، وما تبقاش غير الطريقه اللي هيخلصوا بيها من الحفار، اذا كان هيضربوه ولا يغرقوه. كان لازم يشوفوه ويعرفوا هيتعاملوا معاه ازاي، وبرده ما كانش ينفع يسالوا خبراء اجانب، لان ساعتها كان الخبر هيوصل لاسرائيل ويبقى الموضوع كله باظ. فجت فكره للمخابرات المصريه ما تخرش الميه، ونفذها واحد من ضباط المخابرات، وطلع على شركه من التقال في العالم اللي ليهم فرع في مصر، وقال لهم انا بعمل ماجستير في الحفارات وعاوز مراجع اشتغل منها. فخد منهم شويه كتب عن الحفارات، بس واضح كده ان الظابط ده كانت امه دعياله. اول كتاب يمسكه لقى في بحث كامل عن الحفار كينتنج اللي عليه العين، وحددوا 4 اماكن هيضربوا منها الحفار. بس هيوصلوا ازاي ليه بقى؟ المخابرات المصريه فكرت في فكره جهنميه، راحوا مكلمين المخرج محمد سالم وقالوا له انت هتعمل لنا فيلم في غرب افريقيا عشان يدخلوا ان ينفذوا العمليه وسط ابطال الفيلم، كانهم بيمثلوا معاهم. اللي هم مين بقى ابطال الفيلم؟ فؤاد المهندس وصفاء ابو السعود ومحمد رضا. الفيلم ده كان اسمه عماشه في الادغال، وطبعا عشان ده شغل مخابرات محدش من الممثلين كان يعرف الحوار، يعني شغالين مع المخابرات من غير ما يعرف صباح التخفيل. بس صدرت اوامر من القياده في مصر وقف العمليه، رغم ان الكل وصل وجاهز للتنفيذ. بس هقول لك انا ليه، لان الحل ده كان هيبقى عنيف وهيبوظ العمليه، وكان هيبقى فيه خطوره على الكل، الضباط والممثلين اللي ما كانوش يعرفوا انهم طالعين في مهمه رسميه تبع المخابرات. فحطت المخابرات خطه بديله انهم يضربوا الحفار في اقرب ميناء عن طريق الضفادع البشريه، واللي اختاروا منهم اجمد ناس فيهم زي فيلم الطريق الى ايلات. واللي اشرف على العمليه ضابط مخابرات اسمه محمد نسيم، واتسمت العمليه الحج. وصلت معلومه للمخابرات المصريه ان الحفار راح على المينا بتاع دكار للسنغال جنب قاعده فرنسيه، ويا دوب وصلوا على هناك كان الحفار اتحرك من مكانه. وبعدين بقى في الحوار الازرق ده، لكن بيني وبينك الحوار كان مصلحه، لان العمليه لو كانت اتنفذت في السنغال كانت هتبقى مشكله عشان القاعده الفرنسيه، كمان كنت هتخسر حبايبك اللي بيقعدوك في السنغال، لان العمليه هتتنفذ في ارضهم، وهيتعرف برضه ان مصر هي اللي نفذت العمليه. وده بقى الكلام اللي قاله السيد محمد نسيم، ورجعت كل حاجه تاني لنقطه الصفر. وبعدها وصلت معلومه للمخابرات ان احتمال الحفار يوصل لمينا في نيجيريا اسمه بورت هاركورت. فطلعت اوامر من المخابرات للناس اللي شغالين في الفيلم يغيروا لوكيشن التصوير بتاعهم على نيجيريا عشان يتاكدوا من صحه المعلومه عن مكان الحفار الجديد، وعشان الرجاله اللي هتنفذ العمليه تطلع معاهم. اول ما وصلوا من هنا الدنيا اتقلبت، الكل عاوز يتفرج، كان منهم مصريين كمان. فعرف الموساد ان في مصريين موجودين قريب من مكان الحفار. طبعا الحوار قلقهم جدا، وحسوا ان موضوع الحفار ده ممكن يتكشف، راحوا مدين اوامر لرجالتهم وقالوا لهم اتحركوا على مينا جديد اللي هي مينا ابيجان في كوت ديفوار. لكن السيد محمد نسيم اللي كان بيلف ورا الحفار كعب داير جات له معلومه بالمكان الجديد، فوصل يوم 5 مارس. لكن حصلت مشكله لخبطت له الدنيا، الحفار كان اخر يوم 8 او 9، ممكن يتحرك على مكان تاني، المره دي لازم يلحقوه. المصيبه بقى ان الضفادع البشريه اللي هتنفذ العمليه كانوا جايين من بلاد مختلفه عشان ما حدش يشك في دخولهم البلد في وقت واحد ومره واحده، وكانوا هيجوا على دفعتين، 4 منهم في يوم 7 و4 في يوم 9.
وبكده هيتاخروا وهيتحرك الحفار. فقال لهم السيد محمد نسيم انا هنفذ العمليه حتى لو عدد الضفادع اقل من المفروض يكون موجود، ويا قاتل يا مقتول. وقرر انه ينفذ العمليه بالاربعه اللي هيجوا يوم 7. يوم 8 مارس الساعه 12 بالليل طلعت الرجاله على المينا واتنفذت العمليه ب3 رجاله بس. هتسالني وتقول لي الرابع راح فين؟ الرابع ده كان القائد اللي بيراقب وبيظبط الدنيا من بره. ووصلوا في وقت قياسي، واخيرا ركبوا القنابل في الحفار وظبطوا وقت التفجير بعد 4 ساعات، ورجعوا هوا ركبوا الطياره على باريس ولا من شاف ولا من دري. والساعه 5 الفجر كان الحفار في ذمه الله، وبعت السيد نسيم رساله للقاهره بيقول مبروك الحج. وعشان المخابرات المصريه تعرف الموساد ان مصر هي اللي علمت عليهم، سابوا لهم زعانف ايطالي ونضارات غطس الماني ولاسلكي ياباني وكشافات انجليزي ببطاريات مصريه. يا ولاد اللعيبه. والتخفيله كانت 2، الاولى للممثلين اللي شغالين المخابرات وهم ما يعرفوش، والثانيه لاسرائيل. وعلى راي المثل تيجي تصيده يصيدك. بس انا ما اتغفلش ابدا وهوريك يا عم محسن.